طبعا صباح الخير او مساء الخير على حسب مصدرك الفيديو. معاكم محمد اشرف وبرنامج 5 كوره، والنهارده طبعا هنتكلم عن ماتش اللي حقق الاهلي وصن داونز في بطوله دوري ابطال افريقيا. الاهلي قدر يرجع بتعادل غالي وثمين من ملعب بريتوريا، ملعب صعب كلنا عارفينه وكان كلنا حاطين ايدينا على قلبنا في الماتش. بقى الاهلي بيرجع بعد ماتش شبه مثالي. طبعا في الاول وفي الاخر ما تنساش تعمل لايك وشير وسبسكرايب للقناه وتفعل جرس التنبيهات عشان يوصلك جديدنا اول باول. معاكم محمد اشرف وبرنامج 5 كوره، ويلا بينا ندخل في التفاصيل على طول. كولر فايق الكل، فايق اللي هو احنا صحينا من يعتبر كلنا من النوم، وهو اصلا ماتش الساعه 3 العصر، وانت عارف طبعا ملعب سان داونز غير بريتوريا الساعه 3 العصر، والاستاد مليان متقفل على اخره، درجه الرطوبه عاليه، اشعه الشمس متعامده على دماغ محمد الشناوي حرفيا. فاهم انت فاهم الفكره. طبعا صحينا الصبح الكولر قرر ان هو هيلعب النهارده 5-3-2. طب يا عم كولر انت متاكد من اللي انت بتقوله ده؟ احنا فاهم شفنا التشكيله كلنا حاطين ايدينا على قلبنا، فاهم اللي هو ايه التشكيله، وكورر بيفتي وكورر بيجرب حاجه جديده تاني. وطبعا جه في دماغنا الماتشات اللي احنا لعبناها في جنوب افريقيا او في ملعب بريتوريا نفسه. عامه الاهلي في الملعب ده حرفيا اتهان، مفيش فريق قدر يهين الاهلي قد سان داونز عامه. بس النهارده كولر عمل اللي عليه وزياده، الا يعني تفصيله صغيره بسيطه لو كانت موجوده معاه كان قدر مش يرجع بتعادل. على فكره التعادل في الاول وفي الاخر هو تريكي جدا عشان تبقى عارف. بس اصل انت سان داونز دي انت ممكن هتنزل هنا في مصر هتهاجمك عادي اكن ما فيش اي حاجه، واحنا متعودين وياما ماتشات سان داونز هنا في مصر خلصت تعادل وهم اللي كسبوا كمان في اوقات كتير. بس نرجع تاني لتفاصيل الماتش. زي ما قلت لك النهارده كولر بدا التشكيله عادي، محمد الشناوي في حراسه المرمى، ثلاثه بيلعب بثلاثه، بدا بياسر وربيعه واشرف داري، ناحيه اليمين محمد هاني، ناحيه الشمال مصطفى العش، اثنين في نص الملعب امام عاشور ومروان عطيه، واثنين قدام جراديشار وطاهر محمد طاهر. انت شفت التشكيله اصلا من الاول الماتش وانت بتقول حاطط زي ما بقول لك كده، حاطط ايدك على قلبك ومش عارف ايه اللي حصل، طب كل هيلعب ازاي، طب ايه الدنيا، طب احنا هنصد الهجمات بتاع سان داونز ازاي. بس شفت النهارده في الماتش على فكره الاهلي جامد وكل حاجه، بس سان داونز مش سان داونز بتاعت السنه اللي فاتت. سان داونز بيدربهم المدرب بتاع الترجي كوردوس، يعني هي عشان بس تعرف ان في افريقيا هي كام مدرب كده وبيلفوا يعني. مدرب سان داونز ساب سان داونز ومسك الوداد، دلوقتي الترجي قرر المدرب راح سان داونز جابه. فاهم اللي هو ايه، ماشي الدنيا جمعيه ودايره وكل واحد يعني كام مدرب كده عارف في القاره الافريقيه فبيدربهم. ما تلاقي ايه، تلاقي اغلبيه المدربين بيلفوا على اربع خمس فرق في الاول وفي الاخر، يعني منتخبات وانديه بس. فاهم المدرب ده اصلا معروف عامه من السنه اللي فاتت، وكانت نقطه القوه بتاعته الجامده ان هو كان بيعرف يدافع كويس. بس طبعا انت النهارده نازل قدام سان داونز يعتبر قافل كل مفاتيح اللعب، قافل على طبعا كابتن بيتر شلويلي، يعني طلع لنا في البخت هو وكابتن مكوينه، والحمد لله زواني كان مصاب. فاهم هو نزل لنا اخر الشوط الثاني كويس، يعني زواني ده هيجي فينا يوم في القاهره، وانا بقول لك من دلوقتي من قبل الماتش باسبوع. فاهم اللي هو ايه عشان ايه ما تتفاجئش. فاهم اللي هو اصل الكوره سكريبتد في الاول وفي الاخر. بس انت النهارده الشوط الاول عامه الاهلي قفل على مفاتيح لعب سان داونز كلها. طبعا اقوى مفتاح لعب عند سان داونز عامه، واحنا اللي اترزعنا منه كتير وشوط من بره، مفيش حد بيشوط من بره. يعني الناس فاهمه مش سايبين مساحات للفريق، مش سايبين لاي حاجه، وده يعني يحسب لكولر. كولر النهارده لعب ماتش يعتبر جيم زي الفل، يعني 10 9 من 10 عشان في حاجه واحده بس اتكلم فيها في الاخر بس، والدنيا تمام. وكمان يعني الخطه دي كانت هتبقى كويسه قوي لو غير بس كان لعيب في الخطه. يعني انت النهارده بتلعب بمصطفى العش ماشي ما عنديش مشكله، انت كده بتلعب بخمسه، ليه ما تدي يعني ليه ما خدتش معلول معاك وحطيته في البتاعه دي وكانت الدنيا هتبقى ماشي. بلاش معلول، ليه بن شرقي من الاول ما نزلش؟ يعني انا مع احترامي ليك يعني جراديشار ده واحد اوروبي عامه، فان هو يلعب في افريقيا الساعه 3 العصر رطوبه عاليه ودرجه حراره عاليه فده برضو ارهاق عليه. لكن بن شرقي عارف قاعد مع طاهر كتير. بس فاهم انا مش مشكلتي مع التشكيله على قد ما مشكلتي الافراد اللي جوه التشكيله. تمام وخلصنا الشوط الاول وانت تمام وانت جافل زي ما قلت لك على مفاتيح لعب سان داونز، وسان داونز ما عندهاش اي خطوره تذكر على مرمى الشناوي يعني، والدنيا تمام. انت نزلت بقى الشوط الثاني، يعني انا ما اعرفش اقول كده ازاي، بس امام عاشور كان بيلعب سان داونز لوحده حرفيا. امام عاشور النهارده لعب ماتش اثبت لك كواليتي بتفرق عن اي لعيب موجود عندك مش في مصر في افريقيا.
فزي ما بقول لك امام عاشور النهارده كان بيلعب صن داونز الشوط الثاني لوحده. فانت زي ما قلت لك قافل على مفاتيح لعب صن داونز يا عم، والدنيا تمام، وانا عارف وانت عارف احنا كنا خايفين اصلا من صن داونز، والحمد لله ان هي استطرد وخلص تعادل. تمام. بس يعني الحاله الوحيده اللي ممكن تتاخد على كل الماتش ده التبديلات. يعني انت اصلا اللعيبه لعبه ماتش بدني اتهلكت، مبدل لي تبديلتين بس وفي الدقيقه 85. طب ما من بدري يا اسطى، ما انت معاك تبديلات. يعني انت مثلا في نص الملعب النهارده مروان عطيه اتهلك، ما اتهلك، ما تطلع او تنزل اكرم او تنزل السوليه، ما هيديك نفس الدور برضه. احمد رضا النهارده برضه لعب ماتش، يعني ماتش جامد قوي. برضه امام عاشور ده ما عندوش حد هي اهل يسالوا عليه. انت بتلعب كل الماتشات 90 دقيقه، يا اسطى ريحوا الواد هيتهلك. عندنا احنا كده يعتبر خسرنا الدوري، فاهم؟ فماتشات افريقيا هو ماتش سان داونز وماتشين والنهائي ان شاء الله لو صعد بس. فاللعيبه دي محتاجه تستريح. يعني انت بن شرقي النهارده لما نزل اخر الشوط الثاني، انت يعتبر 5 دقائق و7 دقائق بتاع بدل الضايع عمل لك خطوره موجوده. لو كان نزل من بدري كان ممكن تجيب جون وكنت تطلع من هناك غالب 1-0، وكنت تستريح وتنزل الماتش بدل هنا تمارس كل حاجه اللي انت بتحبها يا عم كولر. كنت هتمارس الكلاحه الدفاعيه اللي انت بتحبها بس. ما كنتش هتحتاج ان انت تهاجم سان داونز في مصر، لان في الاول وفي الاخر نتيجه 0-0 دي نتيجه خادعه جدا عشان تبقى عارف. بس انت هتنزل هنا في مصر هتضطر تهاجم سان داونز فهتسيب مساحات، وانت عارف سان داونز لما بتسيب له مساحات ايه اللي بيحصل بس. فاهم الفكره؟ فانت لو كنت طلعت النهارده من الماتش 1-0 اكيد 0-0 دي نتيجه ممتازه، بس اسوأ نتيجه ممكنه، او مش بمعنى صح اسوأ نتيجه ممكنه، دي اسوأ احسن نتيجه ممكنه بس. فانت كنت ممكن تكسب، وكنت ممكن بدل الكره واحد واثنين. وفي كام لعيب كده عايز اتكلم عليهم. ياسر ابراهيم النهارده يعني كالعاده في مقوله خالده بتتقال: قد يخذلك الجميع في جميع الحالات الا ياسر ابراهيم لن يخذلك في الماتشات الكبيره. ياسر ابراهيم النهارده لعب ماتش هو واشرف داري، يعني الاثنين ماتشات درس. واشرف داري عنده نقطه قوه موجوده احنا مش عارفين نستغلها. الواد بيلعب كوره طوليه رجليه بتبقى مضغوطه بالمجاز. يعني الكوره اللي لعبها اشرف بن شرقي والجون اتلغى عشان الاوف سايد، الواد لعبها له بالسنتي. اشرف بن شرقي لو كان اخر نفسه فيه كده بس كنت طلعت كسبان. وبعدين اشرف داري، يعني انت النهارده كنت المفروض جات لك كام ركنيه كنت المفروض تستغلها. انت عندك اشرف داري وعندك ياسر ابراهيم وعندك رامي ربيع، الثلاثه بيعرفوا يلعبوا بدماغهم كويس. ما يعني ما عرفش يستغل الحاجات دي ولا الفاولات ولا الركنيات. بس في الاول وفي الاخر دي زي ما بقول لك دي يعني اوحش احسن نتيجه ممكن تطلع بيها من الماتش. كلنا كنا خايفين، كلنا كنا حاطين ايدينا على قلبنا قبل الماتش، بس انت عرفت تسير الماتش. شابوه كولر، شابوه اللعيبه النهارده بذلت اكتر من 120% من طاقتها وكانت جد المسؤوليه. يعني وان شاء الله ان شاء الله الاهلي هيوصل النهائي عشان ناخد البطوله الثالثه على التوالي، عشان خلاص بقى العقده تتفك. انا عارف والله ان انا بيبان قليل الادب، بس انا ما عنديش مشكله ان احنا ناخد البطوله السنه دي عشان يبقى خدناها 3 سنين ورا بعض، يبقى الفريق الوحيد اللي في افريقيا اللي عملها، ونقعد سنتين ثلاثه مش عايزين افريقيا يا عم. انا راضي يا عم والله. مش شايف سنتين ثلاثه جو هنريح سنه بعد كده نرجع تاني عشان ناخدها 3 ورا بعض تاني، يعني فاهم؟ بس ناخدها السنه دي. فبعد اذنك يا عم كولر، وبعد اذنك يا لعيبه، وبعد اذنك يا اداره، بعد اذنك انا مش حامل مفاجآت يوم الجمعه الجايه دي في استاد القاهره. ان شاء الله هنصعد الجبل النهائي، سواء بقى هنلاعب اورلاندو سواء هنلاعب بيراميدز، كده مش تفرق. ان شاء الله الاهلي بمن حضر، وان شاء الله البطوله هي دي 13 ولا الكام، والله نسيت من كتر عددهم، غالبا دي 13 فاهم. والثالثه على التوالي ان شاء الله هتتاخد للاهلي. ده طبعا كان رايي الشخصي، وده طبعا كان كلامنا عن ماتش الاهلي والصن داونز. ما تنساش تعمل لايك وشير وسبسكرايب للقناه وتفعل جرس التنبيهات عشان يوصلك جديد اول باول. كان معاكم محمد اشرف في برنامج 5 كوره، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.